تصدرت الفنانة ياسمين صبري الترند، وكشفت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب عامين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردا على أحد المتابعين، حيث وجه أحد المتابعين سؤالا لياسمين صبري حول عودتها للتمثيل مرة أخرى، وذلك بعد انقطاع دام العامين، فكان ردها: الشهر ده. كما تمنى لها أحد المتابعين أن تكون عودتها قوية، لترد عليه قائلا: قريبا جدا حاجات كتير، مؤكدة أنها سوف تعود بالعديد من الأعمال التي تنال إعجاب جمهورها. وسألها أيضا أحد المتابعين عن أكثر العوامل التي تساهم في نجاح العلاقات، لترد عليه ياسمين صبري قائلة: الأخلاق. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل فرصة تانية، الذي عرض عام 2020 وحققت من خلاله نجاحا كبيرا في العالم العربي، حيث جسدت من خلاله شخصية ملك التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته ليها. وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم ياسمين صبري، أيتن عامر، دياب، هبة مجدي، أحمد مجدي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل. وخلال الأيام القليلة الماضية تصدرت الفنانة ياسمين صبري الترند بعد إلغاء متابعتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للمرة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستجرام. وكذلك الحال بالنسبة لأبو هشيمة الذي قاموا أيضا بإلغاء متابعتها. وردت ياسمين صبري في آخر لقاء لها حول عودتها لطليقها أحمد أبو هشيمة عقب ظهورها بخاتم الزواج مجددا في إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها. وقالت ياسمين ردا على سؤال مذيع لها حول خاتم الزواج وحقيقة عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: أنا خواتمي كتير الحمد لله، وده مش خاتم الزواج.